تخيل معايا الموقف ده، لسه محدث الويندوز او مسطب برنامج جديد وفجأة الجهاز بقى بطيء، او الأسوأ جاب شاشة الموت ومش عايز يفتح. في اللحظة دي كلنا بنجري ونعمل فورمات للجهاز، بس استنى، مش يمكن يكون في آلة زمن في الويندوز بترجعك للوقت اللي كان فيه الجهاز زي الفل؟ هي ايوه فيه، واسمها نقطة الاستعادة او سيستم ريستور. في فيديو النهارده اقول لك يعني ايه نقطة الاستعادة وازاي نشغلها، وهل هي فعلا بتنقذك في المواقف ولا مجرد وهم. يلا بينا نشوف يعني ايه نقطة استعادة اصلا. عارف التشيك بوينت اللي في الالعاب؟ لما تموت في اللعبة دي بترجع لنفس المكان اللي كنت واخد فيه التشيك بوينت. هو بقى نقطة الاستعادة عاملة زي التشيك بوينت اللي في الالعاب بالظبط، بس دي في الويندوز نفسه. الويندوز بياخد نسخة من الملفات المهمة اللي في النظام، زي مثلا الملفات الويندوز نفسها او تعريفات زي كارت الشاشة او الصوت او الريجستر. وركز في اللي جاي عشان ده مهم. نقطة الاستعادة لما بتعملها مش بتسحب ملفاتك الشخصية زي الصور او اي ملفات مهمة عندك، هي فكرتها كلها انها بترجع لك النظام للماضي. لكن مثلا لو كنت مخزن صور او اي ملفات مهمة في اي بارتيشن تاني غير البارتيشن السي اللي كان في ويندوز، فالبارتيشن ده هيفضل زي ما هو بيرجع نظام الويندوز بس. امتى لازم تستخدم نقطة الاستعادة؟ مش اي مشكلة تحصل تروح تستخدمها على طول، احنا بنستخدمها في الحالات دي بس. مثلا حدثت الويندوز وبعد تحديث الجهاز بقى بطيء او في مشكلة، فترجع تاني قبل التحديث بنقطة الاستعادة. او مثلا سطبت برنامج مش عارف مصدره منين زي كراك، واكتشفت ان البرنامج ده بعد ما نزلته الدنيا بقت بطيئة معاك، فترجعه من نقطة الاستعادة. كان الجهاز شغال سريع مرة واحدة بقى بطيء، بكليك واحدة هترجعك خطوة لورا. ازاي بنفعل الخاصية دي؟ المشكلة في ان الخاصية دي ساعات بتبقى مقفولة وانت مش واخد بالك، فتعال اقولك على خطوات ازاي نفعلها. من قائمة ستارت هتكتب جريت اريست بوي، هتظهر لك عليها دوس اوبن، هتظهر لك النافذة الصغيرة دي. ركز على لوكال ديسك سي اللي هو في نظام الويندوز، ولو هي اوف هندوس على الخيار دوت. بعدها هتلاقيها عندك متحددة هنا، انت حددها هنا ونسخها منه، وخلي مساحة الميكس يوز من 5% ل 10%، ده كافي جدا. بعدها تدوس ابلاي وبكده يبقى مبروك، الويندوز بتاعك بقى بياخد نسخة احتياطية اوتوماتيكي مع اي تغيير كبير للويندوز. هل كده خلصنا؟ لا لسه مخلصناش. ازاي بقى نعمل نقطة الاستعادة دي يدويا للحرص؟ لو انت مثلا هتسطب برنامج انت مش عارف مصدره، فهتعمل نقطة الاستعادة يدويا للحرص من نفس النافذة اللي كنا فيها. هتروح جريت، بعدها تكتب بعدها تسميها بأي اسم، مثلا نقطة الاستعادة، بعدها تدوس جريت. هنا هيبدأ يحمل معاك جريت ثواني وهتكون خلصت. ولما تطلع لك الرسالة دي يبقى كده خلصنا. طب احنا كده خلصنا، بس لا قدر الله لو حصل اي حاجة وعايزين نستخدمها، هنستخدمها ازاي نرجع بالزمن ونصلح الجهاز؟ قدامنا موقفين. اول موقف لو الويندوز بيفتح معاك عادي والجهاز شغال معاك بس عايز ترجع بالزمن، اما الطريقة دي كده المشكلة الاولانية. اما المشكلة التانية لو اصلا الجهاز مش بيفتح. تعال نشوف اول فكرة واقول لك على الطريقة بتاعتها. من نفس القائمة اللي كنا فيها هتدوس على سيستم ريستور، بعدها نيكست، وهتختار النقطة اللي انت كنت فيها، بعدها نيكست، وهيبدأ يشتغل معاك والجهاز هيقعد يعمل ريستارت مع نفسه شوية. ومبروك عليك رجوع الجهاز للحياة. طب نفترض لو اصلا الجهاز مش عاوز يفتح معاك، حلها سهل. هتشغل الجهاز واول ما الجهاز يبين علامة الويندوز هتفصله من زرار الباور. كرر العملية دي من مرة لمرتين، كرر العملية دي من مرتين لتلاتة، وفي المرة التالتة او الرابعة يدخلك على شاشة زرقاء اسمها اوتوماتيكي ريبير. بعدها تدوس على ادفانسد اوبشن ثم تربل شوت ثم ادفانسد اوبشن، واختار سيستم ريستور، واختار النقطة اللي انت كنت لسه عاملها، ومبروك عليك، انت كده عملت نقطة الاستعادة. طب وبعد ما خلصنا كل ده يا ترى ايه هي مميزاتها وعيوبها؟ علشان اكون صريح معاك، الاداة دي مش عصاية سحرية بتعمل لك كل حاجة. طب ايه هي مميزاتها؟ سريعة جدا مقارنة بالفورمات، امنة تماما على صورك وملفات، مدمجة في الويندوز ومش محتاجة برامج خارجية. طب ايه هي عيوبها؟ لو في فيروس قوي جدا زي الفيديا نقطة الاستعادة مش هتشيله. لو الهارد نفسه كان عطلان مش هتنفعل، لازم تكون مفعلها قبل حدوث المشكلة. لو فعلتها بعد المشكلة يبقى كل سنة وانت طيب. نصيحتي ليك في النهاية، نقطة الاستعادة هي خط الدفاع الأول، لازم تكون مفعلها 24 ساعة، لكن اوعى تعتمد عليها لوحدها. ملفاتك المهمة جدا لازم يكون ليها بيك اب حقيقي على هارد خارجي أو اي كلاود. دلوقتي بقى يجي دورك، انزل تحت في كومنت قول لي هل عمرك استخدمتها وهل نفعتك ولا ضرتك. ولو حابين نعمل فيديو عن ازاي تاخد بيك اب كامل للويندوز عشان لو حصل مشكلة كبيرة تقدر ترجعه بسرعة، اكتب لي كلمة بيك اب في التعليقات وانا هعمله لك. ما تنساش اللايك الجميل وتشترك في القناة عشان اللي جاي اقوى. سلام.